رسميا البرتغال بطولة أوروبا. أنا مش مشجعين كريستيانو، أنا مش بشجع كريستيانو، بس هو بصراحة الراجل ده عمل أسطورة، وهو من أساطير البرتغال وأساطير العالم. هدفه 938 في الدقيقة 61، حرز الهدف التعادل عن طريق نونو مندش في ظل وجود لامين يامال والتصريحات اللي عملها والريلزات اللي كان عم ينشرها على الانستجرام وعلى التيك توك، وانا هعمل وانا هسجل وانا هسوي كله مش عارف ايه، وانا وكل ده راح. انا ما شفتش لامين يامال يعني من اللعب اللي هو لعبه اساسا، ما كانش فيه، ما فيش لعب. انا ما فيش 1% كان متوقع ان اسبانيا تتغلب من البرتغال. هتقولوا ضربات جزاء، هقول لك في الاداء اسبانيا كانت نازله واثقه ان هي خلاص هتاخد الماتش وكل حاجه، والحظ بقول لك ما فيش حظ، هي بالاداء. والبرتغال انا فاجئتني انا، ويمكن 1% اللي توقع فوز البرتغال على اسبانيا دي انا ما اعتقدهاش. ان انت فوز، انت توقعت ان البرتغال تفوز على اسبانيا في ظل القوه والماتش اللي فات اللي شفناه مع فرنسا. انا قلت اسبانيا هتاكل البرتغال اكل، يعني هتمسح به الارض. لكن كريستيانو كان فيه يعني كلمتين منه، قال لك الكرة الذهبية بترتبط بدوري أبطال أوروبا. ده في رد على مين؟ على لامين يامال، إن أنا هاخد البطولة وإن أنا هسجل والأداء، وإن أنتوا بطولة كأس الكرة الذهبية بتتقاس بمقياس البطولات أو المهارات الفردية أو فأنا هاخد البطولة الأوروبية. طفل طفل. راح رد عليه كريستيانو رونالدو، هو ما ردش عليه، هو رد على العموم كله ان الكره الذهبيه بتاخد بمقياس دوري ابطال اوروبا، او اللي بياخد دوري الابطال هو اللي بياخد الكره الذهبيه. يعني معنى كده ان انت ايه، هو ديمبلي هو اللي هياخدها. فانت مهما تعمل او انت هتفوز او مش هتفوز، فهو خد على الموضوع ده. ومرات بتاعت اسبانيا ان انا هسجل وهعمل واوزع واعمل وايه واخرب الدنيا، وفعلا خرب الدنيا في فرنسا. بس في فرنسا ما كانش فيه نونو مندش اللي وقف محمد صلاح ووقف لعيبه كتيره، وكان هو سبب من اسباب بطء ليفربول، لان الاساس الحاجه الرئيسيه كانت في ليفربول هو محمد صلاح. ونونو مندش ووقف محمد صلاح. لذلك لامين يامال كان في اي حاجه بيعدي يعملوا فاول، سواء فيتينيا، نونو مندش، اي لاعب كان في البرتغال بمجرد مرور لامين يامال كان بيعديش، ما كانش بيعدي، كان بيعملوا له فاول ان هو ما يعديش، ما ياخدش الفرصه. لامين يامال قرر ولامين يامال قال، لكن ما نفذش. كريستيانو رونالدو اللي هو اسطوره، يعني بصراحه اسطوره، عنده 40 سنه بيلعب مباراه نهائيه قدام فريق كله يعني 90% منه شباب، 90% شباب. كريستيانو رونالدو اتصاب، او يعني اللياقه البدنيه ضعفت شويه في نهايه الشوط الثاني، قال لك لا خلاص انا كفايه. بس البرتغال انا اتفاجئت منها يعني. والله انا هقولها لك تاني، ما كانش حد فيه متوقع ان البرتغال هتفوز على اسبانيا في ظل قوه اسبانيا في الوقت الحالي. البرتغال اثبتت ان هي مش بالقوه، ان هي بالخبره، ان هي بالفوز، ان هي معاها كريستيانو رونالدو، وكريستيانو اللي فاز ببطوله الاوروبيه. ولو تفتكروا سنه 2013 نفس الموضوع اتكرر، ان كريستيانو خرج تبديل وتلعب ضربات جزاء والبرتغال فازت على اسبانيا. واظن ان هي مش بالكلام، مش بالريليزات. يا عم لامين يامال لا يصلح حالنا وحالك، كنت عايز اتفرج. وانا زعلت ان انا البرتغال، انا بصراحه كنت عايز ان لامين يامال ياخدها من في ظل وجود بدري و... ولامين يامال. انا كنت عايز اسبانيا، بس ها كره القدم بقى.